السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله حلقتنا مختلفة تماما. النهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعض إزاي ندي حقن مع بعض بسهولة خالص، سواء كان حقن عضل أو وريد. تعالوا في البداية كده نعرف بس معانا السرنجات، أنواع السرنجات. معانا سرنجة 5 سم وال3 سم كبار وال3 سم رضع وال3 سم أطفال. طيب ال5 سم عارفين نديها إمتى؟ لما يكون معايا مثلا هدي حقنة أكتر من 3 سم هدي ال5 سم مع بعض. يعني لو هدي حقنتين مع بعض هاخد ال5 سم معايا. طيب ال3 دول بقى أفرق بينهم إزاي؟ ال3 سم كبار ده اكيد من الاسم بتاعها دي للناس كبار. طيب الرضع ده باخده لغايه اقل من سنه بستخدم السرنجه الرضع، لان عندي بيكون العضله بتاعه الطفل معايا او الرضيع معايا بتكون صغيره، وبالتالي بديله سرنجه السن بتاعها لو بصيت هتلاقيه صغير معايا. اما السرنجه ديت اكتر من سنه، وممكن واحد كبير عادي ياخد السرنجه دي، عادي ممكن ياخدها لو عنده العضله بتاعته صغيره شويه. طيب عندي في سرنجة برضو الانسولين. السرنجة دي بستخدمها امتى؟ بستخدمها في حالات كتير، من ضمنها الاختبار الحساسية معايا، وهنعرف برضو اختبار الحساسية بنعمله ازاي النهارده ان شاء الله في الفيديو بتاعنا. بعد كده عندي الكانولات. عندي 4 انواع من الكانولات. الكانولا اللي هي 26 و24 و22 و20. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق في طول السرنجه اللي معايا. دي بستخدمها في حاله الرضع، لو عندي عيل صغير والعروق بتاعته مش ظاهره بستخدم السرنجه او بستخدم الكانولا اللي هي 26 الرضع. عندي الكانولا الصفراء ديت المشهوره واللي بنستخدمها كتير معانا، ديت نستخدمها برضو في الاطفال، وممكن نستخدمها في الكبار لو الوريد اللي معايا ظاهر كويس. دي بقى لو الوريد ظاهر معايا خالص بنستخدم بقى الكانولا اللي هي 22 و20 معايا. هتلاقي طول السرنجه نفسها بيبقى طويل شويه او بقى اطول من ال 24 وال 26. طيب عاوزين بقى نعرف اول حاجه هندي الوريد معانا ازاي. اول حاجه لما حضرتك طبعا موضوع انك تدي حقن في الصيدليه ده ممنوع طبعا، ولكن لو هتدي ما حقن بره الصيدليه الدنيا بتبقى متاحه مفيش مشكله. اولا لو هتدي حقن وريد معايا هتمسك كده من الناحيه دي كده من عند الايد كده، معصم الايد، وهتبدا تقمط كده جامد وتبدا تحرك الايد كده فوق وتحت كده، تمام. هتبدا تلاقي الوريد ظهر معاك. هتبدا تدي ازاي؟ لو هندي كانولات مثلا، احنا هنعمل يعني على سبيل المثال بندي بزاويه 45 شويه، سواء كان كانولات او معايا لو هدي حقنه وريد. بمسك كده معايا زي ما قلت لك من هنا كده، تخلي حد يمسك ويقمط جامد، وتبدا تحرك هنا كده وتخبط على الايد كده معايا، تمام. تبدا تمسك بقى هنا معايا الكانولا، تمسكها من الناحيه دي كده، تمام. وهتدخل معايا هنا سواء كان كانولا او حقنه، هتدخلها معايا بزاويه 45 في المكان بتاع الوريد نفسه. لما معايا طبعا الوريد بتاعي ضعيف شويه، في ناس بتبقى وريدها ظاهره عن كده بتبقى احسن معاك، تمام. هتبدا تدخل معايا بزاويه 45 كده، وتبدا تدخل سنه بسنه في الحقن سواء كان وريد او عضل. لازم تدخل سنه بسنه بالراحه معاك. في ناس بيطصين الحقنه كده، ده غلط طبعا. المهم بتيجي تدخلها معاك سنه بسنه معاك، وتبدا تسحب معاك هنا السن اللي ورا ده بتسحبه. تعالى كده نفتح واحده ونجرب. زي ما قلنا هنمسك الكانولا اهيت، تمام، وهنمسك هنا من الناحيه دي واحده هيقمض، وهتبدا تشوف الوريد اللي معاك وتدي بزاويه 45. هتدي بزاويه 45 وتدخل سنه بسنه معاك كده، تمام. وساعه ما تدخل هتبدا تسحب السن ده لورا كده سنه بسنه، هتبص تلاقي دم طلع معاك. ساعه ما يطلع دم معاك يبقى انت كده اشتغلت شغل صح وكده معاك شغل تمام. هتدخل سنه بسنه وهتسحب السن لغايه لما تدخله خالص هنا اللي هو الجزء البلاستيك ده، وهتطلع الابره معاك هتلاقي فيها دم طبعا، وهتاخد الجزء اللي معاك اللي هو اللي بيقفل معايا هنا، وهتدخله هنا كده وكده، يبقى انت ركبت الكانولا بشكل صحيح. اهم حاجه يطلع معاك دم في السرنجه، وساعه وانت بتدخل برضه هتبص تلاقي دم بقى بيطلع معاك، يبقى انت كده شغلك صحيح بالنسبه للكانولات. بالنسبه للسرنجات، لو انت حضرتك برضه بتدي حقنه وريد هتلاقي نفس الكلام، بتدخل برضه نفس الكلام في اي مكان هنا، بس يكون معاك الوريد صحيح ومظبوط بزاويه 45، وبتدخل وبتسحب السن. ساعه ما تسحب كده هتبص تلاقي الدم بيطلع معاك وكده، يبقى انت برضه المكان بتاعك صحيح. وانت بتسحب كده لو ما طلعش دم اوعى تدي الحقنه وتكملها معاك، تسحبها يبقى انت كده المكان غلط معاك. ده كده بالنسبه للحقن الوريد. طيب بالنسبه لحقن العضل، حضرتك بتدي في مكانين او مكان من المكانين، اما تدي في الايد هنا في العضله اللي ورا ديت، او في العضله الخلفيه. تدي بزاويه كام؟ بزاويه 90 كده معاك، وبتدي هنا سواء كان في الايد او في العضله الخلفيه بتدي فيها، ولكن يفضل تدي في العضله الخلفيه لان العضله هناك تبقى اقوى من عضله الايد. اول نصيحه بقدمها لك في موضوع الحقن بصفه عامه، خاصه لو هتدي وريد، اوعى تدي وريد والراجل واقف معاك، اوعى النقطه ديت، لان حصلت معايا شخصيا من كام يوم. اديت واحده ست حقنه وريد واغمى عليها بعدها على طول، وقعدنا نفوق فيها ساعه وحصل مشكله كبيره. يبقى اول حاجه اول ما تدي حقنه بالك منها، اللي هي لما تدي حقنه لحد لازم يكون هو قاعد معاك، مش تديها له وهو واقف، لازم تقعده على كرسي وتبدا تدي له، وتخليه يبص الناحيه الثانيه لو قلبه ضعيف. الصوره موضحه عضله الفخذ معانا هنا، بنقسمها الى 4 ارباع. بندي في الربع الخارجي اللي بره، ما بنديش بره خالص، لا يعني بندي في الربع الخارجي اللي هو
يبقى لبره، سواء كان الفخذ اليمين او عضله الفخذ اليمين يعني او عضله الفخذ الشمال. بندي في الربع اللي هو اللي فوق، اللي هو اللي على اليمين، اللي هو في المكان ده بالتحديد كده يعني. ولو حضرتك جيت بصيت هنا على الصوره بتقسمها 4 ارباع، هندي في الربع اللي هو اللي فوق هنا، او الربع اللي ايه اللي فوق كده. مش هنديه لبره خالص، يعني بيكون يعني لا بره خالص ولا جوه خالص، بيكون في الوسط كده في المكان ده بالتحديد، هنا وهنا كده في المكان ده بالظبط كده. بالنسبه لاخر حاجه معانا اختبار الحساسيه، بتدي بسرنجه انسولين. حضرتك بتجيب قلم كده في الاول، تمام، وتبدا في اي مكان هنا في الجسم، مكان ما يكونش فيه شعر، يعني حبذا يعني ما يكونش فيه شعر. وبتعلم هنا، قرب كده بالكاميرا شويه. هنجيب هنا وهنعلم علامه، هناخد مثلا هنا علامه، هنعمل كده علامه في الايد اهي، تمام، دايره كده معاك، تمام. دي اول حاجه في اختبار الحساسيه. بعد كده حضرتك بتجيب السن بتاع الانسولين ده وبتسحب ملي واحد بس او 10 ملي هنا في العلامه، هنا 10 ملي من الحقنه، تمام. وبتدي هنا الحقنه بتعملها ايه بزاويه كده كام، زاويه 10 يعني او اقل كمان، في محاذاه الجلد كده. وبتديها في بدايه الخط اللي معايا هنا، وتصبر ربع ساعه. لو ظهر معايا احمرار او اكلان في الجسم يبقى انا كده الحقنه دي مش هديها. لو ما ظهرش يبقى كده تقدر تدي الحقنه بامان ومفيش اي مشكله معاك. ده كده باختصار شديد موضوع الحقن معانا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.